السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. في مقابلة مع صحيفة صن سبورت، كريستيانو رونالدو يكسر الصمت بتصريحات مثيرة. في مانشستر أشعر بالخيانة. الخيانة التي تعرضت إليها ليست على مستوى المدرب وحسب، بل هناك شخصين أو ثلاثة على المستوى الإداري شعرت إنهم خانوني. منذ رحيل السير أليكس فيرغسون لن يتطور شيء في النادي، لا شيء تغير. ماذا عن وين روني؟ لا أعرف لماذا ينتقدني كثيرا، ربما لأنه اعتزل وأنني لازلت ألعب كرة القدم على أعلى مستوى. كذلك انتقد كريستيانو رونالدو المدرب السابق: إذا لم تكن مدربا من الأساس كيف تشرف على تدريب نادي بحجم مانشستر يونايتد؟ أنا لا أحترم تين هانغ لأنه لا يظهر الاحترام لي. إذا لم تكن تحترمني فلن أحترمك أبدا. على الجمهور معرفة الحقيقة، أريد الأفضل للنادي، ولهذا السبب أتيت لمانشستر يونايتد، لكن هناك أمور في الداخل لا تساعدنا على الوصول لأعلى مستوى مثل السيتي وليفربول وحتى أرسنال. في الختام قال: اعتبروني وصمة عار.